النفوذ الروسي في ليبيا يشغل الغرب. إخراج فاغنر مهمة عاجلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكثف القوى الغربية بقيادة الولايات المتحدة منذ أسابيع مساعيها ضد حضور قوات فاغنر في روسيا، والمتهمة من قبل تلك القوى بأنها تغذي هروب الناس والهجرة غير الشرعية، فضلا عن دورها في تعزيز النفوذ الروسي في البوابة الهامة والرئيسة نحو عمق إفريقيا. وعلى الرغم أن لجنة 5+5 العسكرية تعمل من بين أهدافها على إخراج المرتزقة الأجانب من البلاد، إلا أن الاستعجال الأمريكي للتخلص من حضور فاغنر ودورها يبدو أكبر من أن ينتظر نتائج مسار بطيء ومتعثر وغير مضمون النتائج. وجهت الحكومة الإيطالية اتهامات مباشرة إلى قوات فاغنر الروسية شبه العسكرية بالمسؤولية عن زيادة أعداد قوارب الهجرة غير الشرعية في البحر الأبيض المتوسط في الفترة الأخيرة. وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أواخر الأسبوع المنقضي إن مجموعة المرتزقة الروسية تثير القلق في ليبيا كما هو الحال في كل إفريقيا، متهما إياها بأنها تغذي هروب الناس والهجرة غير الشرعية. وفي تصريحات سابقة منتصف الشهر الجاري قال وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو إن فاغنر مسؤولة عن زيادة أعداد قوارب المهاجرين التي تحاول عبور البحر الأبيض المتوسط في إطار استراتيجية الروسية للانتقام من دول تدعيم أوكرانيا. ولئن لم ترد موسكو على هذه المزاعم الإيطالية، غير أن تقارير دولية تتحدث عن ارتفاع أعداد المهاجرين الذين وصلوا السواحل الدولية خلال العام الحالي 3 مرات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، من دون الحديث عن أي دور روسي محتمل في ذلك. وتأتي الاتهامات الإيطالية لروسيا في وقت تتسارع فيه منذ أسابيع وتيرة التحركات والتصريحات الغربية ضد فاغنر ضمن جهود تقودها الولايات المتحدة بهدف إخراج المجموعة من ليبيا التي تعتبر بوابة هامة ورئيسة نحو عمق إفريقيا. ولا يعرف عديد هذه المجموعة بالضبط ولا خريطة انتشارها المفصلة، لكن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر لا تنكر وجود خبراء روس يعملون معها، مبررة ذلك بكون الجيش الليبي منذ عقود يستعمل أساسا قطع سلاح الروسية الصنع تحتاج إلى الصيانة والتدريب. لكن التقارير الأممية تؤكد أن فاغنر تقاتل جنبا إلى جنب قوات حفتر وتسيطر على قواعد عسكرية في البلاد، وتتهمها حتى بارتكاب جرائم وانتهاكات إنسانية، وفق ما أشار التقرير الأخير للبعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة والصادر منذ يومين. وتبدو الولايات المتحدة أكثر تصميما من أي وقت مضى على تكثيف جهودها ضد فاغنر ودورها في ليبيا. وكان البيت الأبيض أعلن منذ شهر كانون الثاني الماضي تصنيف المجموعة الروسية على أنها منظمة إجرامية دولية. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيري حينها في إحاطة صحفية أن فاغنر منظمة إجرامية تواصل ارتكاب فظائع وانتهاكات لحقوق الإنسان على نطاق واسع. وفي 20 من آذار الجاري أدت مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكي باربارا ليف زيارة إلى ليبيا دامت يومين التقت خلالها حفتر في مقره في الرجمة شرقي البلاد، حيث تحدثت بوضوح عما سمته دور فاغنر المزعزع للاستقرار والانتهازي في ليبيا والمنطقة. واكتفى المكتب الإعلامي لحفتر في المقابل ببيان مقتضب أشار فيه إلى أن النقاش مع الوفد الأمريكي تناول التطورات السياسية في ليبيا وأهمية دعم جهود بعثة الأمم المتحدة من خلال التنسيق مع مجلسي النواب والدولة لإعداد القوانين الانتخابية المطلوبة تمهيدا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل نهاية عام 2023. غير أن باربارا ليف في تصريحات لاحقة إثر عودتها من ليبيا أكدت مجددا أن مجموعة فاغنر تنتهك السيادة الليبية وتزعزع استقرار منطقة الساحل، وتستغل ليبيا بشكل مبدئي كطريق ممهد للوصول إلى وسط أفريقيا ونهب مواردها. وبدأ التوجه الأمريكي نحو السعي إلى إخراج قوات فاغنر من ليبيا
يتجلى بشكل عملي منذ بداية العام الجاري، وبالتحديد منذ زيارة مدير المخابرات الأمريكية ويليام بيرنز منتصف كانون الثاني الماضي، والتي كانت الأولى المسؤول بهذا المستوى إلى ليبيا منذ عامين 2012. بدت تلك الزيارة أمنية الطابع بامتياز، إذ عقد خلالها بيرنز اجتماعين اثنين، أولهما مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الذي يبدو حليفا متعاونا في ملفات عدة، آخرها تسليم المتهم في قضية لوكربي أبو عقيل المريمي، والثاني مع حفتر، فيما لم يلتقي رئيسي البرلمان والدولة. وجرى التكتم على الاجتماعين المشار إليهما، ويعني ما تقدم أن الملفات الرئيسة التي تناولها المسؤول الأمريكي تتعلق أساسا بالجانبين الأمني والعسكري، بما يشمل الحضور الروسي في البلاد وأنشطة فاغنر هناك، وفق ما أوردته مصادر صحفية أمريكية. ولا تنفصل المساعي الأمريكية الحثيثة والمتسارعة لتحجيم هذا الحضور عن الحرب الدائرة في أوكرانيا، والتي تلعب فيها فاغنر بالتحديد دورا رئيسا وكبيرا. وتتحالف روسيا التي لا تعلن بشكل رسمي حضور قوات نظامية لها في ليبيا مع حفتر المنتشر قواته على مساحات واسعة من البلاد تشمل حقوق وموانئ الطاقة الرئيسة والكبرى. وفي عام 2020 قدر تقدير الخبراء التابع للأمم المتحدة عدد عناصر فاغنر في هذا البلد 1200 عنصر، وهو ما يثير مخاوف الغرب لما تمثله ليبيا من ساحة تنافس دولية جديدة، وأيضا لقربها من السواحل الأوروبية، فضلا عن الخشية من تأثير الروسي إضافي سلبي في لعبة الطاقة. في المقابل لا يزال حفتر متكتما في وجه التصريحات والمطالب الغربية بخصوص تعاونه مع روسيا، فيما لم تخرج إلى العلن سوى تسريبات صحفية غير مؤكدة عن طلبه من الطرف الأمريكي إخراج القوات التركية كشرط رئيس لقبوله بإخراج تلك الروسية. وتسير المساعي الأمريكية بالتوازي مع مسار لجنة 5+5 العسكرية، والتي تعمل من بين أهدافها على إخراج المرتزقة الأجانب من البلاد وتوحيد المؤسسة العسكرية. لكن الاستعجال الأمريكي للتخلص من حضور فاغنر ودورها يبدو أكبر من أن ينتظر نتائج مسار بطيء ومتعثر وغير مضمون النتائج، ولهذا تبدو الأسابيع القادمة مفتوحة على احتمالات كثيرة قد تعيد رسم المشهد الليبي برمته.